اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. كل عام وانتم بخير. يعد عليكم الايام كلها بخير. وطبعا المولد النبوي الشريف، ده على طول احنا دايما ما بننساش رسولنا الكريم. على طول بنصلي عليه ودايما نفتكره، مش في يوم واحد. هنبدأ هنا بقى نعمل معاكم حلاوة المولد للأطفال كده، يعني يفرحوا بيها بطريقة جميلة وسهلة لأولادنا، نفرحهم. ولو هتعمليها في أي وقت غير الوقت ده عادي. يعني الحلويات طبعا عامة بتبقى حلوة، يعني ايه الأطفال بيفرحوا بيها. اما تعملها لهم في البيت أحسن وأنضف ان انت تشتريها من بره، وبره أسعارها يعني غالية جدا. انت هتعمليها بمقادير بسيطة جدا بمنتهى السهولة، وهتفرحي أولادك. وهنبدأ بقى نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل فولية وحمصية وسمسمية بطريقة بسيطة جدا ومش مكلفة، كلها مقادير بسيطة من كل نوع، ربع كيلو. وهنقول لك ازاي تطلع معاكي ناجحة وممتازة من غير اي مشاكل. في تكات كده بسيطة جدا في المقادير، هي سهلة ومقاديرها سهلة وطريقتها سهلة جدا، بس في تكات بسيطة كده لو ما عملتهاش صح الحاجة ما تطلعش معاكي كويسة. هتلاقي الحلاوه معاكي بتشد كده، ومش هتبقى ايه هايسه معاكي وبتتكسر بسهوله. هنقولك كمان احنا عملناها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وهنوريكي الاول الحاجات اللي احنا عملناها كده قبل ما تبداي المقادير، ونوريكي ازاي يبقى هايسه معانا وجميله في منتهى الجمال، وبتقرمش معاكي ومش ناشفه جدا، لا، بتقرمش معاكي كده وهايسه في البق، جميله جدا. مقادير بسيطه جدا. هنا يا حبايبي بعد ما نبدا بقى المقادير كده، وهنا معايا ربع كيلو فول سوداني مقشور، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبكل نوع هجيب ربع كيلو. وهنقولك المقادير بتاعت الربع كيلو. عايزه تضاعفي الكميه عادي، ضعف كميه المقادير. معايا كوبايه الا ربع سكر، وربع كوبايه ميه، باكو فانيليا، ونص عصره ليمونه، وسنة بيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناته، سنة بسيطة بتخلي الحلاوة معاكي مقرمشة كده وجميلة. هنا معايا كل نوع كده ربع كيلو. حتى الحمص كده هنا مش معايا ربع كيلو، يعني كيس كنت جايباه ب20 جنيه، عملته قطع معانا كمية كبيرة. هنبدأ معانا طاسة بقى نحط فيها الحاجات، هي الحاجات متحمصة بس هنسخنها. المقادير تبقى سخنة معانا عشان مقاديرها تبقى كويسة وناجحة معانا. نار هادية كده بتوطيها خالص، وتبدأي بقى تسخن الفول معانا. لازم تبقى الحاجة سخنة قبل ما نحطها العسل اللي احنا هنعمله، طريقة العسل اللي احنا هنعمله. ومعانا الصينية هنا مجهزينها. احنا هنا بس مسحتها بمية كده عشان اعرف افرد الكيس كده، ما يطلعش مننا كده من الصينية. ونبدأ بقى ندهن الصينية كده بحبة زيت يكون نضيف معاكي. ونبدأ بقى ايه نجهزها كده عشان تبقى الحاجات كلها جاهزة. عشان اول ما بنخلص الخليط لازم بنحطه ونفرده سخن كده عشان بينشف بسرعة معاكي. هي الطريقة بس بتبقى محتاجة استعجال شوية. اول ما خلاص بتخلصي بتبدأي تفردي، لازم تفردي بمنتهى يعني في اسرع وقت كده، وتقطعيها في اسرع وقت عشان بتاخدش وقت، بتنشف معاكي عشان تعرفي تتحكمي فيها. خلاص كده هنا جهزنا الصينية اللي احنا هنحط فيها الخليط علشان تبقى جاهزة معانا وما نتعطلش كده والحاجة تنشف مننا. نبدأ بقى نسيبها كده ونركنها. نبدأ بقى نعمل السيرم مع بعض، اللي هو ننزل فيه الايه الفول هنا هنركنه. انا كنت هولع عليه، قلت لا اما اخلص السيرم كده في النص الطريقة قبل ما السيرم يعني يخلص كده، هبدأ بقى اولع على الفول عشان ما ياخدش معاك وقت. والفول هنا محمص، جايبه الفول هنا والسمسم محمصين عشان لو انتي جايباهم يعني ايه مش مستويين وكده، بتحطيهم في الفرن او على عين البوتاجاز وتقلبيهم لحد ما عشان تبقى طعمهم حلو كده في الطعم، تبقى طعمهم لما تبقى محمصاهم طعمهم جميل، ما تعملهمش نيين يعني. هنا يا حبيبي هنحط معلقه عسل جلوكوز، دي ممكن تستغني عنها، بس هي فايدتها ايه ان هي بتقل معاكي الخليط شويه. وطبعا عصره الليمونه يعني ايه كويسه، بتخلي برضك الخليط يتقل معاكي. بس دي كمان ممكن تحفظ لك، اللي بتحفظ المصانع طبعا بيحطوها عشان تحفظ معاهم الحلويات فتره طويله. لو انتي عامله كميه كتيره يعني ايه تحفظ لك الحلويات دي، متخليهاش لها طعم كده مش كويس. بس هنا احنا هنعمل كميه قليله ماشي، مش هنحطها، بس عشان كان موجود عندي حبيت اعزز كده الايه الخليط كده واحطها زي طريقه المصانع. حابين اوريكم طريقه المصانع ازاي في منتهى السهوله. هنا خلاص كده يا حبايبي. هنبدأ بقى ايه نقلب الخليط كده عشان يبدأ السيرم كده بقى ايه
يبقى كويس معانا، ما يتراكمش كده في الحاجه اللي احنا بنعملها. بنقلب بس السكر كده. خلاص بدأ بقى يغلي معانا اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى ايه، نحط احنا حاطين على عصرة نص ليمونة، وهنبدأ نحط كيس فانيليا. وفي الاخر خالص كده بعد ما خلاص السيرم معايا تبقى مظبوط ونختبره، بنحط اخر حاجة ربع معلقة كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم. بتخلي الحلاوة معاكي مقرمشة كده وحلوة جدا، يعني مش بتمط معاكي، لا بتلاقيها تتكسر معاكي بسهوله كده. هنبدا بقى نختبر السيرم عشان تشوفي الطريقه ناجحه. هي دي التكايه البسيطه اللي تخلي معاكي الحلويات مقرمشه ومش بتشد معاكي. لازم تختبري السيرم. بتجيبي حبه كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين، لازم الميه تكون ساقعه معاكي عشان تشوفي قوام السيرم. بتحطي حبه بالمعلقه وتجي تطلعيها من الميه الساقعه كده. لو لقيتيها ناشفه معاكي بتتكسر، هنا اختبرناه لقيناها لسه طريه شويه. بعدها ب5 دقايق كده حبينا احنا موطين النار على السيرم كده، هنا خلاص لقيناها بتتكسر معانا بالشكل ده. لسه هنا دي لسه كمان كويسه، انا اختبرتها مرتين اهي لقيتها لسه اهي مش بتتكسر معايا. حبيت برضك خليتها دقيقه على النار كده لحد ما خلاص كده هختبرها، وان شاء الله تطلع كويسه معانا. بقى اخر حاجه كده، هي دي الطريقه التكات البسيطه اللي بتخلي الحاجه معاكي ناجحه. يعني حاجات سهله جدا، بس ممكن ان انت لو انت ما مشيتيش الطريقه يعني مظبوط، هتلاقي الحاجه طلعت معاكي مش كويسه. هتلاقي السيرم جاي في قلب الفول او السمسم بيشد منك كده وبيندغ، وبتلاقيه مش كويس معاكي، مش بيقطم كده بسهوله. هنبدا بقى هنا اختبرنا السيرم اهو، هنلاقيه كده معانا ناشف كده وبيتكسر. ميه ساقعه، اختبريه في ميه ساقعه عشان النتيجه تبقى معاكي مظبوطه. حبه ميه ساقعين كده وبنبدا نختبرهم. انا يا حبيبي بقى كده هتتكسر معانا بمنتهى السهوله. اتكسرت معانا اهي خلاص كده، ان الطريقه ممتازه وناجحه. خلاص بقى نطفي عليه ونبدا بقى نقلب الخليط اللي معانا، الفول اللي معانا، نقلبه بقى في السيرم ده بسرعه. نقلبه بسرعه كده، ونبدا بقى ايه نحطه في الصينيه اللي احنا هنفرد فيها. انا عشان الطاسه الصغيره اللي عملت فيها السيرم، هبدا بقى افضيها اقوم على الطاسه اللي هي فيها الفول طبعا ولعت عليه وقلبت شويه، سخن معاكي، لقيت الفوله سخنه كده معاكي. نبدا بقى نقلب الخليط بسرعه. حابه ان انت تعملي في نفس الطاسه اللي انت عملتي فيه السيرم وتقلبي بسرعه وعلى النار، يعني ثانيه واحده كده وخلاص. لكن ان انا ايه الطاسه بقى عندي صغيره، قلت بقى مش هينفع معاها المقادير. قلبت كده في الطاسه الكبيره شويه كده اللي انا حمصت فيها، وهنفرد في الصينيه بسرعه. احنا الصينيه طبعا حاطين فيها كيس كده في قاع الصينيه ودهنينه بالزيت عشان ما تلزقش معانا. والحاجه اللي انت بتفردي بيها لازم تبقى دهنها زيت عشان ما تلزقش معاكي. هنجيب كيس كده بس هو سخن، خلي بالكم على قد ما تقدروا. لو عندك بقى المقصوصه دي اللي انت بتطلعي بيها الكيكات، افردي بيها بسرعه. لازم تبقى مجهزه حاجتك جنبك عشان يعني ما تلاقيش نفسك ان انت مش عارفه تتصرفي والحاجه تنشف منك. اهم حاجه تقلبيه في الخليط كويس، هو على طول في دقايق بسيطه بتلاقيه نشف معاكي، ما بتاخدش وقت معاكي يعني وبتنشف بسرعه. هنركنها بقى نقطعها الاول التقطيعه اللي انت عايزاها، وبعد كده ايه نسيبها بقى كده حوالي كده نص ساعه تنشف معانا على طول، متاخدش وقت يعني. ونبدا بقى نعمل السمسميه والحمصيه على طول، كله في ورا بعضه على طول. يعني انا كمان عملت، يعني كنت بطلع الحاجه كمان من الصينيه اللي انا عاملاها دي عشان ما اعملش مواعين كتيره واحط مكانها، يعني ما كملش ربع ساعه بتاعت نشفت معاكي. وهنوريكم كمان احنا عملناها ازاي. خلاص كده احنا بنقطعها بقى التقطيعه اللي انت عايزه تقطعيها. بنقطعها كده صوابع كده، يعني مربعات كده، يعني بتبقى زي جاهزه كده. حابه تقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها. هنا السمسميه برضك هنعملها نفس الطريقه. هنحمص السمسم كده نسخنه، مش هنحمصه يعني هو محمص معانا، هنسخنه وما بياخدش وقت على النار. يعني احنا بنعمل الاول السيرم وبعد كده بقى في نص السيرم كده بنبدا نسخنه عشان المقدارين تبقى سخنين معانا. السيرم والسمسم سخن، لازم الاتنين تبقى سخنين مع بعض عشان ايه نفردهم بسهوله. حطينا كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه ميه ومعلقه سيرم وكيس فانيليا، ونزلنا بعصره نص عصره ليمونه. ونبدا بقى لاخر حاجه الكربوناتو زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بكربونات الصوديوم نص معلقه كده صغيره. يعني حاجه بسيطه جدا، المعلقه اللي هي بتاعت الشاي الصغيره، حاجه بس كده بسيطه بتخلي الحلاوه مقرمشه معاكي.
وهنبدأ بقى السمسم خلاص. في نفس الصينية بردك اهو اللي احنا عملنا فيها، احنا طلعنا الفولية يعني طلعتها كده بكيسها وحطيتها على صينية من غير ما اكسرها، يعني كانت خلاص نشفت معايا وهنوريها لكم. وخلاص هنا بنعمل السمسم عشان الصينية بنعملها في صينية مربعة كده نفس الصينية عشان الصوابع تطلع معانا بقى ايه مربعة كده. خلاص كده يا حبايبي نبذلنا بردك بالخليط، هنقلبه تقليب بسرعة كده ونفرده في الصينية نفس ما عملنا الفولية كده بالظبط، يعني الطريقة كلها واحدة. المكونات معنا واحدة، ربع كيلو من كل نوع. اللي يعجبه الفيديو بقى ما ينساش لايك واشتراك في القناة. وشكرا لأي أخت أو أخ يعني يدخلوا يشتركوا عندي في قناتي أو يكتبوا تعليق حلو زيهم كده ويشجعوني عشان قناتي تكبر كده بيكم. وكل عام وأنتم بخير، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى الناس كلها وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين. هنبدأ بقى نقطعها كده بسرعة قبل ما تنشف معانا التقطيع اللي انت عايزاها بالشكل ده. ما بتاخدش اكتر من دقيقتين كده بسرعة عشان ما تنشفش معاكي. لو نشفت معاكي مش هتتحكمي فيها ولا تعرفي تقطعيها ولا تسويها وتفردها بالشكل ده. عشان كده بنقول بالطريقة دي. بس الطرق دي بتاعت السمسمية والحاجات دي كلها بتاخد وقت يعني ايه بسيط جدا عشان تبقى مسهلة معاكي. الشكل ده بتقطع معانا بمنتهى السهولة اهو. احنا كده نظبطها كده التقطيع كده تبقى متساوية معانا بالشكل ده كده، ونقطعها طول وعرض كده بصوابع مربعة كده بالشكل ده. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. ولو في اوقات غير مولد النبي، المولد النبوي الشريف، بتبقى عادي تعمليها في اي وقت لو حبيتي نفسك راحت لها او حبيتي تعمليها يعني بتعمليها. انا متاخر معاكم في الفيديو بس ان انا نزلته متاخر. المشاكل عندي طبعا في التليفون بتاعي كان كذا حاجه بعملها بدري وان انا انزلها، والتليفون دايما يعند معايا في التصوير، ببقى مصوره الحاجه في حاجات كده اصورها للاخر وفي الاخر الاقيها يعني ما تصورش معايا بسبب مساحه التليفون. يعني انا في حاجات كتير عندي كمان على التليفون ما نزلتهاش خالص. مساحه التليفون عندي يعني مليانه وكده، وعايزه برضه اظبط الحاجات دي. ادعولي بقى كده يعني ايه اشتغل في القناه شويه وعشان القناه بتاعتي تكبر. شجعوني كده عشان القناه تكبر كده بيكم بربنا طبعا وبيكم، وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلى الناس كلها. ايه رايكم بقى في الحاجات الحلوه دي؟ عملنا السمسميه والفوليه، هنعمل بقى الحمصيه. معانا كميه الحمص اقل من ربع كيلو كمان. احنا عملنا نفس المقادير يعني ما يعني كويسه برضك تمام معانا، مش هنقلل فيها اي نسبه. هو كان حوالي 200 جرام يعني مش قليل جدا على ربع كيلو. ربع كيلو بتبقى 250. ونفس الطريقه برضك كده كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه، وعصره نص ليمونه، وكيس فانيليا عشان الطعم كده. لو حابه تغيري الفانيليا وتحطي ميه ورد الطعم ده بقى ايه يرجع لك انتي. كيس باكو من اللي هو باكو الفانيليا ده، او لو تحطي معلقه صغيره من ميه الورد، معلقه يعني كبيره عادي مش هتفرق، بيبقى طعمها جميل. بس ميه ورد اللي هي بتاع اللي هو الغذاء، اللي هو ماء الورد الغذائي، وفي ماء ورد البشره يعني خلي بالكم من النقطه دي عشان اللي هو بتاع البشره ده بتبقى فيه كيماويات ما ينفعش ان هو يتحط على الطعام. هنا يا حبيبي كده خلاص عملنا الحمصيه بنفس الطريقه. نفردها بسرعه كده ونقطعها وخلاص معانا كده الثلاث اشكال من الحلويات. انا بقى عملت الحلويات من هنا، ولقيت اخويا ده يدخل علينا بعلبة حلاوة فيها كل الانواع. احنا عملنا في البيت يعني فرحة كده وحابين نصوره معاكم في القناة عشان نعرفها لكم ان هي سهلة وبسيطة، يعني ما خدتش اي مجهود ولا تعب، ومكاليفها يعني وسط، يعني مش غالية قوي ولا هي الاسعار الحاجات كلها غالية. احنا جايبين من كل نوع ربع كيلو مكترناش الكمية، لكن بالنسبة لو هتعملي كمية اكتر من كده هتفرق معاكي في السعر وكده، بس هتقطع معاكي كمية كتيرة.
وهتبقى ارخص شويه من بره، من سعر الحاجه بره. او بره بس ان انت تروحي تفرحي العيال بس بعلبه الحلاوه بس، بتبقى ايه لها فرحه شويه. وعاده برضك كلنا يعني ايه اتعودنا عليها. واللي مقدرهم ان هو ما يعملش ما يشتريش من بره، ممكن يعمل الاولاد زي كده ويفرح اولاده. عشان ما نحرمهمش من اي حاجه. وفي انواع احنا بنحبها، وفي حاجات من اللي احنا بنشتريها برضك من بره ما بتحبهاش وبتجيبيها وتدفعي فيها فلوس ما بتتاكلش، يعني هو حرام في كده. بس عامه يعني احنا طبعا اتعودنا ان بقى نروح نشتريها والحاجات دي. وبرضك والناس اللي هم بيشتروا بيعملوها يعني. وموسم بقى، وكل عام وانتم بخير. يا رب كده تكون سنة سعيدة عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس كلها. أنا عامة ما بحبش الأشكال دي، الحاجات اللي أنا عملتها دي أنا بحبها من علبة الحلاوة. في بقى اللي هي المكسرات التانية بقى باللوز والبندق والحاجات دي، لو بمقدرتك تشتريها هتعمليها في البيت هتبقى اوفرلك برضك. والملبن طبعا لو حابه تعمليه في البيت، في طرق كتير الناس منزلها على اليوتيوب سهله جدا. لو حابه برضك تعملي تشكيلات تانية. احنا بصراحه ما عملناش السنه دي اللي هم الثلاث اشكال دول، عمري ما عملتها معاكم حلاوه المولد قبل كده. بس جربت الطريقه دي وطلعت ممتازه، وحبيت اوريها لكم في القناه واقول لكم ان هي ناجحه وممتازه. بس اعمليها بنفس المقادير ونفس الطريقه هتطلع معاكي ممتازه. نبدا بقى احنا هنا في طبق التقديم كده بقى رصها. عايزه تغلفيها باكياس ستريتش عادي، وعايزه في اكياس كده بتتباع لها عايزه تغلفيها باكياس هتبقى ايه كويسه زي الجاهزه كده. احنا هنا ما غلفناش ولا حاجه، حطيتها في طبق التقديم وبعد كده حطيتها في كيس عادي واللي حابب بقى يطلع منها وياكل عادي. وانا اوريكم ممكن في اخر الفيديو كده العلبه اللي احنا اشتريناها اللي اخويا اشتريها لي وكده. في اخر الفيديو بقى اوريكم شكلها بقى وكده. بس بصراحه انا نسيت افتحها معاكم، كان فيها حاجات بقى ايه روعه. انا ممكن اوريها لكم بعد ما اكلنا منها حاجات كده، يعني ممكن افرجكم على حاجات كده منها. انا الاول بقى هنوريكم الاول الحلويات اللي احنا عملناها الاول، وبعد كده بقى ايه عشان ما نقطعش على الحلويات بتاعتنا. كده كده خلاص كده بقت تمام معانا. هنبدا بقى نوريها لكم مقرمشه قد ايه وجميله وسهله معانا في ان انت تكسريها، وما بتشدش معانا. السيرم بتاعها كويس ومظبوط، ويعني طريقته سهله جدا. هنبدا بقى خلاص كده نوريها لكم كده، واحنا بعد ما نكسر كده كام واحده مع بعض بالشكل ده. رأيكم يعني سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. يعني احنا جبنا ب20 جنيه حمص، جبنا بفول، جبنا بأقل من 25 جنيه كمان. يعني الكيلو ب88، جبنا احنا ربع كيلو يعني ب22. وجبنا السمسم الغالي شوية السنة دي ب35 الربع. وشوية سيرم كده بقى، سكر موجود عندنا في البيت، سكر ما بتاخدش الا كوبايه الا ربع سكر المقدار. وهنا علبه الحلاوه بقى اللي احنا قلنا لكم عليها اللي اخويا اشتريها لي. بس والله بصراحه يعني كان مليانه اكتر من كده، وفي حاجات كتير كلناها منها. هنوريكم بقى اللي هو ايه الحاجات اللي موجوده فيها، واريكم بقى في الحاجات دي. هي بس بتفرح الاولاد. هنا اللوز ده بقى عاملينه زي حكايه الفوليه والحمصيه كده، بس عاملينه بقى مدور كده بالشكل ده، يعني راس كده مدوره. لوز لو عايزه تعملها كان في واحده بندق مقشر، لكن هنا اللوز مش مقشر، عاملينه من غير التقشير، بيبقى لونه كده بني. وهنا جوزة الهند مبشوره للجلد، جوزة الهند اللي هو المبشور ده طريقته سهله. والبسيمة طبعا كلنا بنعرف نعملها، حاجات كلها يعني ايه. وهنا حبل الملبن ده اللي هو بالمكسرات. هنا القشطة ووريكم قد ايه طرية وجميلة. وهنا حبل الملبن ده بتبقى مليان مكسرات كده من جوه. طريقته سهلة جدا، بس عايز يعني ايه وقت كده شوية. وهنا خلاص كده
هنا الملبن الاحمر اللي كلنا بنحبه. هي حلاوة العلبة ان هي بتبقى فيها تشكيلات كتيرة. انتي ما بتقدريش تعمليها الكمية دي كلها في البيت، ولو عايزة تعمليها عادي هتشوفي المقادير عندك وتظبطي مقاديرها وتبدأي تعمليها بقى التشكيلة اللي انت عايزاها. لو حابة تعملي كمية بقى وكده، هي كده بتصرف وكده بتصرف، بس مصاريف يعني قليلة شوية عن برا، يعني ممكن النص والنص. هنا خلاص كده. وفي نهاية الفيديو بقى بنقول لكم لايك اشتراك في القناة. مع السلامة يا حبايبي، وكل عام وانتم بخير في حفظ الله. مع السلامة، باي باي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، كل عام وانتم بخير. يعد عليكم الايام كلها بخير. وطبعا المولد النبوي الشريف، ده على طول احنا دايما ما بننساش رسولنا الكريم. على طول بنصلي عليه ودايما نفتكره، مش في يوم واحد. هنبدأ هنا بقى نعمل معاكم حلاوة المولد للأطفال كده، يعني يفرحوا بيها بطريقة جميلة وسهلة لأولادنا، نفرحهم. ولو هتعمليها في أي وقت غير الوقت ده عادي. يعني الحلويات طبعا عامة بتبقى حلوة، يعني ايه الأطفال بيفرحوا بيها. اما تعملها لهم في البيت أحسن وأنضف ان انت تشتريها من بره، وبره أسعارها يعني غالية جدا. انت هتعمليها بمقادير بسيطة جدا بمنتهى السهولة، وهتفرحي أولادك. وهنبدأ بقى نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل فولية وحمصية وسمسمية بطريقة بسيطة جدا ومش مكلفة، كلها مقادير بسيطة من كل نوع، ربع كيلو. وهنقول لك ازاي تطلع معاكي ناجحة وممتازة من غير اي مشاكل. في تكات كده بسيطة جدا في المقادير، هي سهلة ومقاديرها سهلة وطريقتها سهلة جدا، بس في تكات بسيطة كده لو ما عملتهاش صح الحاجة ما تطلعش معاكي كويسة. هتلاقي الحلاوه معاكي بتشد كده، ومش هتبقى ايه هايسه معاكي وبتتكسر بسهوله. هنقولك كمان احنا عملناها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وهنوريكي الاول الحاجات اللي احنا عملناها كده قبل ما تبداي المقادير، ونوريكي ازاي يبقى هايسه معانا وجميله في منتهى الجمال، وبتقرمش معاكي ومش ناشفه جدا، لا، بتقرمش معاكي كده وهايسه في البق، جميله جدا. مقادير بسيطه جدا. هنا يا حبايبي بعد ما نبدا بقى المقادير كده، وهنا معايا ربع كيلو فول سوداني مقشور، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ومن كل نوع هجيب ربع كيلو. وهنقولك المقادير بتاعه الربع كيلو، عايزه تضاعفي الكميه عادي ضعف كميه المقادير. معايا كوبايه الا ربع سكر، وربع كوبايه ميه، باكو فانيليا، ونص عصره ليمونه، وسنة بيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناته، سنة بسيطة بتخلي الحلاوة معاكي مقرمشة كده وجميلة. هنا معايا كل نوع كده ربع كيلو. حتى الحمص كده هنا مش معايا ربع كيلو، يعني كيس كنت جايباه ب20 جنيه، عملته قطع معانا كمية كبيرة. هنبدأ معانا طاسة بقى نحط فيها الحاجات، هي الحاجات متحمصة بس هنسخنها. المقادير تبقى سخنة معانا عشان مقاديرها تبقى كويسة وناجحة معانا. نار هادية كده بتوطيها خالص، وتبدأي بقى تسخن الفول معانا. لازم تبقى الحاجة سخنة قبل ما نحطها العسل اللي احنا هنعمله، طريقة العسل اللي احنا هنعمله. ومعانا الصينية هنا مجهزينها. احنا هنا بس مسحتها بمية كده عشان اعرف افرد الكيس كده ما يطلعش مننا كده من الصينية. ونبدأ بقى ندهن الصينية كده بحبة زيت يكون نضيف معاكي. ونبدأ بقى ايه نجهزها كده عشان تبقى الحاجات كلها جاهزة. عشان اول ما بنخلص الخليط لازم بنحطه ونفرده سخنه كده عشان بينشف بسرعة معاكي. هي الطريقة بس بتبقى محتاجة استعجال شوية. اول ما خلاص بتخلصي بتبدأي تفردي، لازم تفردي بمنتهى يعني في اسرع وقت كده، وتقطعيها في اسرع وقت عشان بتاخدش وقت، بتنشف معاكي عشان تعرفي تتحكمي فيها. خلاص كده هنا جهزنا الصينية اللي احنا هنحط فيها الخليط علشان تبقى جاهزة معانا وما نتعطلش كده والحاجة تنشف مننا. نبدأ بقى نسيبها كده ونركنها. نبدأ بقى نعمل السيرم مع بعض.
اللي هو هننزل فيه الايه الفول. الفول هنا هنركنه. انا كنت هولع عليه، قلت لا اما اخلص السيرم كده في نص الطريقه، قبل ما السيرم يعني يخلص كده، هبدأ بقى اولع على الفول عشان ما ياخدش معاك وقت، والفول هنا محمص. جايبه الفول هنا والسمسم محمصين، عشان لو انتي جايباهم يعني ايه مش مستويين وكده، بتحطيهم في الفرن او على عين البوتاجاز وتقلبيهم لحد ما عشان تبقى طعمهم حلو كده في الطعم، تبقى طعمهم لما تبقى محمصاهم طعمهم جميل، ما تعملهمش نيين يعني. هنا يا حبيبي هنحط معلقه عسل جلوكوز، دي ممكن تستغني عنها، بس هي فايدتها ايه؟ ان هي بتقل معاكي الخليط شويه. وطبعا عصرة الليمونة يعني ايه كويسة، بتخلي برضك الخليط يتقل معاكي. بس دي كمان ممكن تحفظ لك، اللي بتحفظ المصانع طبعا بيحطوها عشان تحفظ معاهم الحلويات فترة طويلة. لو انتي عاملة كمية كتيرة يعني ايه تحفظ لك الحلويات دي، متخليهاش لها طعم كده مش كويس. بس هنا احنا هنعمل كمية قليلة ماشي، مش هنحطها، بس عشان كان موجود عندي حبيت اعزز كده الايه الخليط كده واحطها زي طريقة المصانع. حابين اوريكم طريقة المصانع ازاي في منتهى السهولة. هنا خلاص كده يا حبيبي، هنبدأ بقى ايه نقلب الخليط كده عشان يبدأ السيرم كده بقى ايه يبقى كويس معانا، ما يتراكمش كده في الحاجة اللي احنا بنعملها. بنقلب بس السكر كده، خلاص بدأ بقى يغلي معانا اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى ايه نحط احنا حاطين على عصرة نص ليمونة، وهنبدأ نحط كيس فانيليا. وفي الاخر خالص كده بعد ما خلاص السيرم معايا تبقى مظبوط ونختبره، بنحط اخر حاجة ربع معلقة كربوناتو، اللي هو بيكربونات الصوديوم، بتخلي الحلاوة معاكي مقرمشة كده وحلوة جدا، يعني مش بتمط معاكي، لا بتلاقيها تتكسر معاكي بسهولة كده. هنبدأ بقى نختبر السيرم عشان تشوفي الطريقة ناجحة. هي دي التكاية البسيطة اللي تخلي معاكي الحلويات مقرمشة ومش بتشد معاكي. لازم تختبر السيرم، بتجيبي حبة كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، لازم المية تكون ساقعة معاكي عشان تشوفي قوام السيرم. بتحطي حبة بالمعلقة وتجي تطلعيهم من المية الساقعة كده، لو لقيتيها ناشفة معاكي بتتكسر. هنا اختبرناه لقيناها لسه طريه شويه، بعديها ب5 دقايق كده حبينا احنا موطين النار على السيرم كده، هنا خلاص لقيناها بتتكسر معانا بالشكل ده. إيه لسه هنا دي لسه كمان كويسه، انا اختبرتها مرتين اهي لقيتها لسه ايه مش بتتكسر معايا. حبيت برضك خليتها دقيقه على النار كده لحد ما خلاص كده هختبرها، وان شاء الله تطلع كويسه معانا. بقى اخر حاجه كده، هي دي الطريقه التكات البسيطه اللي بتخلي الحاجه معاكي ناجحه. يعني حاجات سهله جدا، بس ممكن ان انت ما لو انت ما مشيتيش الطريقه يعني مظبوط، هتلاقي الحاجه طلعت معاكي مش كويسه. هتلاقي السيرم جاي في قلب الفول او السمسم بيشد منك كده وبيندغ، وبتلاقيه مش كويس معاك، مش بيقطم كده بسهوله. هنبدا بقى هنا اختبارنا السيرم اهو، هنلاقيه كده معانا ناشف كده وبيتكسر. ميه ساقعه، اختبريه في ميه ساقعه عشان النتيجه تبقى معاكي مظبوطه. حبه ميه ساقعين كده وبنبدا نختبرهم. انا يا حبيبي بقى كده هتتكسر معانا بمنتهى السهوله، كسرت معانا اهي. خلاص كده ان الطريقه ممتازه وناجحه. خلاص بقى نطفي عليه ونبدا بقى نقلب الخليط اللي معانا، الفول اللي معانا نقلبه بقى في الايه في السيرم ده بسرعه. نقلبه بسرعه كده ونبدا بقى ايه نحطه في الصينيه اللي احنا هنفرد فيها. انا عشان الطاسه الصغيره اللي عملت فيها السيرم، هبدا بقى افضيها اقوم على الطاسه اللي هي فيها الفول. الفول طبعا أنا ولعت عليه وقلبت شويه، سخن معاكي، لقيت الفول سخنه كده معاكي، نبدا بقى نقلب الخليط بسرعه. حابه ان انت تعملي في نفس الطاسه اللي انت عملتي فيه السيرم وتقلبي بسرعه وعلى النار يعني ثانيه واحده كده وخلاص. لكن ان انا ايه الطاسه بقى عندي صغيره، قلت بقى مش هينفع معاها المقادير، قلبت كده في الطاسه الكبيره شويه كده اللي انا حمصت فيها، وهنفرد في الصينيه بسرعه. احنا الصينيه طبعا حاطين فيها كيس كده في قاع الصينيه ودهنينه بالزيت عشان ما تلزقش معانا، والحاجه اللي انت بتفردي بيها لازم تبقى دهنها زيت عشان ما تلزقش معاكي. انا هجيب كيس كده بس هو سخن، خلي بالكم على قد ما تقدروا. لو عندك بقى المقصوصه دي اللي انت بتطلعي بيها الكيكات، افردي بيها بسرعه. لازم تبقى مجهزه حاجتك جنبك عشان يعني ما تلاقيش نفسك ان انت ايه مش عارفه تتصرفي والحاجه تنشف منك. اهم حاجه تقلبيه في الخليط كويس، هو على طول في دقايق بسيطه بتلاقيه نشف معاكي، ما بتاخدش وقت معاكي يعني وبتنشف بسرعه. هنركنها بقى نقطعها الاول التقطيعه اللي انت عايزاها، وبعد كده ايه نسيبها بقى كده حوالي كده نص ساعه تنشف معانا على طول، متاخدش وقت يعني. ونبدا بقى نعمل السمسميه والحمصيه.
على طول كله في ورا بعضه على طول. يعني انا كمان عملت، يعني كنت بطلع الحاجه كمان من الصينيه اللي انا عاملاها دي عشان ما اعملش مواعين كتيره واحط مكانها، يعني ما كملش ربع ساعه بتاعت نشفت معاكي. وهنوريكم كمان احنا عملناها ازاي. خلاص كده احنا بنقطعها بقى التقطيعه اللي انت عايزه تقطعيها. بنقطعها كده صوابع كده، يعني مربعات كده، يعني بتبقى زي جاهزه كده، حابه تقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها. هنا السمسميه برضه هنعملها نفس الطريقه. هنحمص السمسم كده، نسخنه، مش هنحمصه يعني هو محمص معانا، هنسخنه وما بياخدش وقت على النار. يعني احنا بنعمل الاول السيرم وبعد كده بقى ايه في نص السيرم كده بنبدا نسخنه عشان المقدارين تبقى سخنين معانا. السيرم والسمسم سخن، لازم الاتنين تبقى سخنين مع بعض عشان ايه نفردهم بسهوله. حطينا كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه ميه ومعلقه سيرم وكيس فانيليا، ونزلنا بعصره ليمون، نص عصره ليمونه. ونبدا بقى لاخر حاجه الكربونات زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بيكربونات الصوديوم، نص معلقه كده صغيره. يعني حاجه بسيطه جدا، المعلقه اللي هي بتاعت الشاي الصغيره، حاجه بس كده بسيطه بتخلي الحلاوه مقرمشه معاكي. وهنبدا بقى السمسم خلاص في نفس الصينيه بردك اهو اللي احنا عملنا بيها. احنا طلعنا الفوليه، يعني طلعتها كده في كيسها وحطيتها على صينيه من غير ما اكسرها، يعني كانت خلاص نشفت معايا وهنوريها لكم. وخلاص هنا بنعمل السمسم عشان الصينيه بنعملها في صينيه مربعه كده نفس الصينيه عشان الصوابع تطلع معانا بقى ايه مربعه كده. خلاص كده يا حبايبي نبذلنا بردك بالخليط، هنقلبه تقليب بسرعه كده ونفرده في الصينيه نفس ما عملنا الفوليه كده بالظبط. يعني الطريقه كلها واحده، المكونات معانا واحده، ربع كيلو من كل نوع. اللي يعجبه الفيديو بقى ما ينساش لايك واشتراك في القناه. وشكرا لاي اخت او اخ يعني يدخلوا يشتركوا عندي في قناتي او يكتبوا تعليق حلو زيهم كده ويشجعوني عشان قناتي تكبر كده بيكم. وكل عام وانتم بخير، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى الناس كلها وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين. هنبدأ بقى نقطعها كده بسرعة قبل ما تنشف معانا التقطيع اللي انت عايزاها بالشكل ده. ما بتاخدش اكتر من دقيقتين كده بسرعة عشان ما تنشفش معاكي. لو نشفت معاكي مش هتتحكمي فيها ولا تعرفي تقطعيها ولا تسويها وتفردها بالشكل ده. عشان كده بنقول بالطريقة دي. بس الطرق دي بتاعت السمسمية والحاجات دي كلها بتاخد وقت يعني ايه بسيط جدا عشان تبقى مسهلة معاكي. الشكل ده بتقطع معانا بمنتهى السهولة اهو. احنا كده نظبطها كده التقطيع كده تبقى متساوية معانا بالشكل ده كده، ونقطعها طول وعرض كده بصوابع مربعة كده بالشكل ده. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. ولو في اوقات غير مولد النبي، المولد النبوي الشريف، بتبقى عادي تعمليها في اي وقت لو حبيتي نفسك راحت لها او حبيتي تعمليها يعني بتعمليها. انا متاخر معاكم في الفيديو بس ان انا نزلته متاخر. المشاكل عندي طبعا في التليفون بتاعي كان كذا حاجه بعملها بدري وان انا انزلها، والتليفون دايما يعند معايا في التصوير، ببقى مصوره الحاجه في حاجات كده اصورها للاخر وفي الاخر الاقيها يعني ما تصورش معايا بسبب مساحه التليفون. يعني انا في حاجات كتير عندي كمان على التليفون ما نزلتهاش خالص. مساحه التليفون عندي يعني مليانه وكده، وعايزه برضه اظبط الحاجات دي. ادعولي بقى كده يعني ايه اشتغل في القناه شويه وعشان القناه بتاعتي تكبر. شجعوني كده عشان القناه تكبر كده بيكم، بربنا طبعا وبيكم، وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلى الناس كلها. ايه رايكم بقى في الحاجات الحلوه دي؟ عملنا السمسميه والفوليه، هنعمل بقى الحمصيه. معانا كميه الحمص اقل من ربع كيلو كمان. احنا عملنا نفس المقادير يعني ما يعني كويسه برضك تمام معانا، مش هنقلل فيها اي نسبه. هو كان حوالي 200 جرام، يعني مش قليل جدا على ربع كيلو. الربع كيلو بتبقى 250. ونفس الطريقه برضك كده كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه، وعصره نص ليمونه، وكيس فانيليا عشان الطعم كده. لو حابه تغيري الفانيليا وتحطي ميه ورد
الطعم ده بقى ايه يرجع لك انتي. كيس باكو من اللي هو باكو الفانيليا ده، او لو هتحطي معلقه صغيره من ميه الورد، معلقه يعني كبيره عادي مش هتفرق، بيبقى طعمها جميل. بس ميه ورد اللي هي بتاع اللي هو الغذاء، اللي هو ماء الورد الغذائي، وفي ماء ورد البشره يعني خلي بالكم من النقطه دي، عشان اللي هو بتاع البشره ده بتبقى فيه كيماويات، ما ينفعش ان هو يتحط على الطعام. هنا يا حبيبي كده خلاص عملنا الحمصية بنفس الطريقة، نفردها بسرعة كده ونقطعها، وخلاص معانا كده الثلاث اشكال من الحلويات. انا بقى عملت الحلويات من هنا، ولقيت اخويا ده يدخل علينا بعلبة حلاوة فيها كل الانواع. احنا عملنا في البيت يعني فرحة كده، وحابين نصوره معاكم في القناة عشان نعرفها لكم ان هي سهلة وبسيطة، يعني مخدتش اي مجهود ولا تعب، ومكاليفها يعني وسط، يعني مش غالية قوي ولا هي الاسعار الحاجات كلها غالية. احنا جايبين من كل نوع ربع كيلو، مكترناش الكمية، لكن بالنسبة لو هتعملي كمية اكتر من كده هتفرق معاكي في السعر وكده، بس هتطلع معاكي كمية كتيرة، وهتبقى ارخص شوية من بره، من سعر الحاجة بره او بره. بس ان انتي تروحي تفرحي العيال بس بعلبة الحلاوة بس، بتبقى ايه لها فرحة شوية، وعادة برضك كلنا يعني ايه اتعودنا عليها. واللي مقدرهم ان هو ما يعملش ما يشتريش من بره، ممكن يعمل الاولاد زي كده ويفرح اولاده، عشان ما نحرمهمش من اي حاجه. وفي انواع احنا بنحبها، وفي حاجات من اللي احنا بنشتريها برضك من بره ما بتحبهاش، وبتجيبيها وتدفعي فيها فلوس ما بتتاكلش، يعني هو حرام في كده. بس عامه يعني احنا طبعا اتعودنا ان بقى نروح نشتريها والحاجات دي، وبرضك والناس اللي هم بيشتروا بيعملوها يعني. وموسم بقى، وكل عام وانتم بخير. يا رب كده تكون سنة سعيدة عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس كلها. أنا عامة ما بحبش الأشكال دي، الحاجات اللي أنا عملتها دي أنا بحبها من علبة الحلاوة. في بقى اللي هي المكسرات التانية بقى باللوز والبندق والحاجات دي، لو بمقدرتك تشتريها هتعمليها في البيت هتبقى أوفرلك برضك. والملبن طبعا لو حابة تعمليه في البيت، في طرق كتير الناس منزلها على اليوتيوب سهلة جدا، لو حابة برضك تعملي تشكيلات تانية. احنا بصراحة ما عملناش السنة دي اللي هما الثلاث اشكال دول، عمري ما عملتها معاكم حلاوة المولد قبل كده، بس جربت الطريقة دي وطلعت ممتازة، وحبيت اوريها لكم في القناة واقول لكم ان هي ناجحة وممتازة. بس اعمليها بنفس المقادير ونفس الطريقة هتطلع معاكي ممتازة. نبدأ بقى احنا هنا في الطبق التقديم كده بقى رصها. عايزة تغلفيها باكياس ستريتش عادي، وعايزة في اكياس كده بتتباع لها، عايزة تغلفيها باكياس هتبقى ايه كويسة زي الجاهزة كده. احنا هنا ما غلفناش ولا حاجة، حطيتها في طبق التقديم، وبعد كده حطيتها في كيس عادي واللي حابب بقى يطلع منها وياكل عادي. وانا اوريكم ممكن في اخر الفيديو كده العلبة اللي احنا اشتريناها، اللي اخويا اشتريها لي وكده، في اخر الفيديو بقى اوريكم شكلها بقى وكده. بس بصراحة انا نسيت افتحها معاكم، كان فيها حاجات بقى ايه روعة. انا ممكن اوريها لكم بعد ما اكلنا منها حاجات كده، يعني ممكن افرجكم على حاجات كده منها. احنا هنا الاول بقى هنوريكم الاول الحلويات اللي احنا عملناها الاول، وبعد كده بقى ايه عشان ما نقطعش على الحلويات بتاعتنا. كده كده خلاص كده بقت تمام معانا. هنبدا بقى نوريها لكم مقرمشه قد ايه وجميله وسهله معانا في ان انت تكسريها، وما بتشدش معانا، السيرم بتاعها كويس ومظبوط، ويعني طريقته سهله جدا. هنبدا بقى خلاص كده نوريها لكم كده، واحنا بعد ما نكسر كده كام واحده مع بعض بالشكل ده. رأيكم يعني سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. يعني احنا جبنا ب20 جنيه حمص، جبنا بفول، جبنا بأقل من 25 جنيه كمان، يعني الكيلو ب88، جبنا احنا ربع كيلو يعني ب22. وجبنا السمسم الغالي شوية السنة دي ب35 الربع، وشوية سيرم كده بقى، سكر موجود عندنا في البيت، سكر ما بتاخدش الا كوبايه الا ربع سكر المقدار. وهنا علبه الحلاوه بقى اللي احنا قلنا لكم عليها اللي اخويا اشتريها لي،
بس والله بصراحة يعني كان مليانة اكتر من كده، وفي حاجات كتير كلناها منها. هنوريكم بقى اللي هو ايه الحاجات اللي موجودة فيها، وأرأيكم بقى في الحاجات دي. هي بس بتفرح الأولاد. هنا اللوز ده بقى عاملينه زي حكاية الفولية والحمصية كده، بس عاملينه بقى مدور كده بالشكل ده، يعني راس كده مدورة. لوز لو عايزة تعملها كان في واحدة بندق مقشر، لكن هنا اللوز مش مقشر، بتبقى عاملينه من غير من التقشير، بيبقى لونه كده بني. وهنا جوزة الهند مع مبشورة الجلد، جوزة الهند اللي هو المبشور ده طريقته سهلة. والبسيمة طبعا كلنا بنعرف نعملها، حاجات كلها يعني ايه. وهنا حبل الملبن ده اللي هو بالمكسرات. هنا القشطة واريكم قد ايه طرية وجميلة. وهنا حبل الملبن ده بتبقى مليان مكسرات كده من جوه، طريقته سهلة جدا، بس عايز يعني ايه وقت كده وشوية. وهنا خلاص كده. هنا الملبن الاحمر اللي كلنا بنحبه. هي حلاوة العلبة ان هي بتبقى فيها تشكيلات كتيرة، انتي متقدريش تعمليها الكمية دي كلها في البيت، ولو عايزة تعمليها عادي تشوفي المقادير عندك وتظبطي مقاديرها وتبدأي تعمليها بقى التشكيلة اللي انت عايزاها. لو حابة تعملي كمية بقى وكده، هي كده بتصرف وكده بتصرف، بس المصاريف يعني قليلة شوية عن برا، يعني ممكن النص بالنص. هنا خلاص كده. وفي نهاية الفيديو بقى بنقول لكم لايك اشتراك في القناة. مع السلامة يا حبايبي، وكل عام وانتم بخير في حفظ الله. مع السلامة، باي باي.